شخص متنفذ باع لي عقار مزور وقال لي هذا العقار سليم واوراق رسميه، يعني شوفني اياها ورحت حتى للطابو وتاكدت، يلا انطيت فلوسي. اتضح العقار تابع الى مره اسمها روز حبيب حنو بهالاسم هذا، يعني مقابل مطعم الساعه الملك مالتها، بالغ المساحه مالته 1200 متر، شارع 14 رمضان. اشترينا من عنده جزء 300 متر انا وشريكي، 300 متر اشترينا بالمتر ب 7000 دولار، 300 متر المتر على 7000 دولار. بعدين راجعنا، طلعت الدوله اخذت البسمه الوكاله واخذت البسمه العقار، حتى اللي شريكي اللي فتحوا له بيان هم اخذت الدوله. بقى بس الشخص المتنفذ وهو الباع وهو الرتب وهو جاب العقار وكل شيء بيده هو، وتعرف الناس كل الزين. لحد الان امر قبض هذا عليه وفردوا له قضيه وطلعوه، وهسه يعني اذا ثبت شيء جديد انا اعود ادينه. انا هاي بهاي الحاله شديد من عنده، انا اعرف به هو فلوسي عنده، وهاي عندي شهادات موجوده موثوقه مدونه قضائيا. وناشدت الى فايق زيدان المحترم نرجو العداله وانصاف الحق، بس هاي نقولها، لان احنا ناس مظلومين وحقنا ماخوذ وما عندنا غير الله والقانون، لان احنا ما نحتمي بالسلاح، نحتمي بالقانون، نحتمي بالشرفاء، نحتمي برئيس الوزراء